الصبا ولا لسه؟ ما شاء الله، دول طالعين واحد قبل التاني. النتاية الصافي اللي كانت هنا فيه اللي أول مرة يخش عندنا المكان. نبدأ كده معاكم بسم الله. طبعا بداية الفيديو بتاعنا النهاردة وهتكون عن الحمام الجديد اللي احنا جبناه من السوق. طبعا جبنا شوية حمام حلوين كده، مش كتير قوي بس حمام مختلف، وجبنا جوز حمام قدام اهو، اول مره اجيبه في حياتي واول مره يخش المكان عندنا. فيلا بينا نشوفوا ايه الحمام الجديد ونشوف هنتعامل معاه ازاي وهنحط ايه فين ونشوف الكلام ده كله. هنبدا الاول بالحمام الجديد المختلف اللي اول مره يخش عندنا المكان. ما شاء الله، ده طبعا اول مره يدخل عندنا المكان. ما شاء الله، ده نوع بخارة لو الناس ما تعرفش يعني، بس هو مشهور جدا، من انواع الزينه المميزه شويتين ثلاثه. انواع زينه مميزه جدا كمان، بالشوشه بتاعتها دي ما شاء الله. بصوا نازله على عينه، طبعا هتتقص. وطبعا البرنيطه او الدبوس، هو مش دبوس، هي برنيطه يعني. الدبوس ده اللي هو الصغير، دي برنيطه، وبرنيطه من الودن اللي تحت الودن كمان. ما شاء الله. بصوا مستوى طبعا مش احسن حاجه بس مستوى كويس، وبالذات النتايه مستواها مميز جدا. الذكر طبعا كويس وكل حاجه، بس النتايه ما شاء الله. جوز حمام مختلف اول مره يخش عندنا المكان، وان شاء الله هيشتغل طبعا من نفس الشخص اللي انا جايب منه الجعافره دول، والنمساوي ده نفس الشخص اللي جبت منه الاثنين دول، هو اللي جايب منه البخاره ده. وطبعا اللي كان اصلا قايل لنا عليه من الاول خالص اسلام طبعا اللي هو ابو كنده، هو اللي ودانا ليه من الاول خالص. ورحت له تاني ما شاء الله، عنده حمام كويس خالص، وجبت منه كمان الجوز ده حضان، جوز حمام زواجل مستوى كويس، بس ده حضان تحضير تمام. وجبت منه نتاية نفاخ، يعتبر اول شغلها، ان شاء الله نشوفه هتعمل ايه عندنا. طبعا اي حاجه من دول لو ما اشتغلتش، انا جايبها من السوق وكل حاجه، بس جايبها من شخص مضمون. لو ما اشتغلتش قال لي كلمنا على طول وهبعتها له تاني، بس ان شاء الله كل حاجه شغاله، لان انا خدت منه حاجتين قبل كده والحمد لله اشتغلوا وزي الفل. الثلاثه اللي احنا شفناهم دول هيكونوا في السلاكه هنا. البخار طبعا هيكون في السلاكه مع الحمام الزينه، عشان طبعا يعني ما ينفعش ينزل تحت اصلا. انا بالنسبه لي حاجه مميزه هحطها هنا حتى لو المكان مش احسن حاجه. ونتاية نفاخ هنجوزها للذكر ده، والجوز طبعا الزواجل هنحطه في المكان ده. بس كده ده اللي جبناه من السوق؟ لا، جبنا جوزين تانيين ما جبناهمش قبل كده، يعني جوزين تانيين او نوعين تانيين ما جوش عندنا قبل كده، او ما دخلوش المكان عندنا قبل كده خالص. فيلا بينا نشوفهم مع بعض. طبعا دخلنا الحمام السلاك، الباب مش بيتقفل بس هو لسه هنعمل باب جديد سلك عشان طبعا التهويه، والمكان متهوي وكويس وكل حاجه، بس لسه عايز تهوية تانية. بالنسبة لي الصيف يعني تهوية خالص. هتشوف الحمام اللي فوق دلوقتي، بس نشوف الحمام الجديد اهو. ده الجزء الاول، مراسلات ما شاء الله مستواهم كويس جدا. طبعا المراسلات في الاغلب انا بحب اللون الاسود، يعني المراسلات دي بحب فيها اللون الاسود، بيكون مميز شويتين ثلاثة، بس اللون الاحمر كويس وكل حاجة. اهم حاجة المستوى، والمستوى كويس، مش عالي ولا واطي، متوسط، حاجة كده بين البنين. طبعا في ناس بتقول على الكلام ده مراسلات، المراسلات اللي هي العظام دي بيسموها حمام عظام. المراسلات المصري الأصيلة هي دي تمام. ندخل بقى على جزء تاني، حمامة مختلفة، الحمام الكاري. الحمام الكاري طبعا من أخشن أنواع الحمام اللي أنت ممكن تشوفها. حمامة خشنة بطريقة غبية، تحس ليها عجوزة بس هي مش عجوزة. بصوا ما شاء الله، طبعا ألوانهم مختلفة يعني عادي جدا، هيطلعوا نفس الكلام، يا إما أحمر يا إما أبيض كده، مش هتفرق. وهم مش كبار في السن، هم كده، هم مش مثلا عندهم 30 سنة أو كلام من ده، هم كده طبيعتهم. ممكن مثلا جوز زي ده يكون عنده حوالي 3 سنين أو 4 سنين، هو خشنته كده أو طبيعته بخشنته كده. وحمام بتكون طويلة جدا وعالية، بس واقفة مش مظبوطة. بصوا حمامة طويلة جامد كمان، يعني بص لو انت خدت بالك ده واقف على الطاجن ومش واصل للسلكة دي، فده لو شفناه واقف على الطاجن هتلاقيه معدي السلكة وزيادة. حمامة طويلة يعني، رجليها طويلة وهي طويلة جسمانيا كده، هي طبيعتها كده بالطول بتاعها. فسبحان الله، كل حمامة في الدنيا ليها مواصفاتها، كل حمامة
ليها مميزاتها وعيوبها طبعا. فلسه دي البدايه، ولسه في انواع كتير ان شاء الله جايه، في انواع كتير جدا ان شاء الله هنجيبها واحده واحده. ولسه في سلكات هتيجي في السلاكه الحلوه دي. لازم طبعا لازم نجيب سلكات، لان انتوا سامعين صدى الصوت اصلا، المكان فاضي، فلازم ان شاء الله يتملي. وكمان هننزل سلاكات من اللي فوق، يعني مثلا السلاكه الاتنين دور اللي محطوطه في النص دي هتنزل هنا، وهنجيب بعض السلاكات الجديده، ممكن نجيب سلكات خشب، سلكات كذا، اي حاجه ان شاء الله هنجيبها. وان شاء الله هنجيب نوع حمام الناس كلها نفسها ان انا اجيبه من زمان، اللي هو كان عندنا ومات، اللي هو الكينج. هنجيبه ان شاء الله وهنسيبه في المكان ده. فكل ده ان شاء الله واحده واحده. يلا بينا نشوفوا دول. طبعا ما شاء الله زي ما احنا عارفين دول حصوا، الحصى بتاعهم تمام مخصب وزي الفل اهو ما شاء الله. دول طبعا العاده. الطاجن ده حلو قوي، الطاجن ده حلو قوي قوي، يعني طاجن خفيف بلاستيك كويس، يعني جامد مش ضعيف. بس هو ممكن يتكسر، عيبه ان هو ممكن يتكسر بسهوله، لو مثلا وقع منك او اي حاجه هيتكسر. بس بصوا دول كمان حصاهم مش مخصب، باين خالص اهو. بصوا كده في الشمس باين خالص مش مخصب. اما مثلا لو جبنا ده حطيناه في الشمس كده في نفس المكان هتلاقيه غامق اصلا، هتلاقيه قافل كده. ده اصلا شويه وهيطلع من غير كشاف ولا اي حاجه، في اضاءه بس. فده مش مخصب، بس هنسيب الحصى عشان يطمن للمكان شويه ان شاء الله. وهنشيل الحصى من عنده ونبدا نشوف المشكله عند الدكر. ندخل بقى على المساويد وجمالهم. طبعا واحده اتكسرت والتانيه الحمد لله تمام ومخصبه. مخصبه ولا لسه؟ خصبت. بصوا واضحه ازاي اهي في الشمس اهي، حاجه سهله جدا واضحه من غير كشاف تليفون ولا اي حاجه. دي مخصبه بقالها حوالي اسبوع بالظبط، او ممكن 10 ايام. ندخل بقى عند الايه الكشك. واحده مخصبه وواحده لا. دي مخصبه تمام في الشمس واضحه، غامقه اصلا قافله، يعني ان شاء الله تطلع كمان شويه. ودي فاضيه تمام باينه. طبعا انا لسه شايف الحصى حالا معاكم، هو واضح اصلا من غير شمس خالص. انت لو دخلت عند الحمام لقيت الاتنين دول زي كده، بصوا مش في الشمس كمان، يعني هو في الشمس واضحين، لا ندخل كده في الظل عادي اهو في مكان عادي. بص كده على الاتنين هتلاقي واحده غامقه وواحده فاتحه، اللي على الشمال دي غامقه واللي على اليمين دي فاتحه. وبتكون على الطبيعه واضحه، ممكن في التصوير مثلا ما تكونش واضحه، على الطبيعه بتكون واضحه خالص. فانت بقى لو قربت مثلا من شمس كده زي دي هتلاقيها واضحه معاك خالص اهي. دي قافله ودي فاتحه، واضحه زي وضوح الشمس كده. كده عندنا الاتنين دول ما اشتغلوش، اللي هم دول لسه هنصبر عليهم شويه، ممكن المكان اي حاجه الله اعلم، بس هنستنى عليهم شويه. لو ما اشتغلوش هيرجعوا ان شاء الله لاصحابهم، مع اني نفسي ده يشتغل نفسي. كده دول تمام ان شاء الله. نيجي كمان 3 4 ايام كده يكونوا بداوا يفكوا، ونبدا نشوف الزغاليل بتاعتهم. وكمان هنبدا ناكل، لان في حاجات كده مش هتاكل وهنبداوا ناكله تاني ولا كاننا مبتدئين ولا اي حاجه، هنبدا ناكل عادي. فيلا بينا نطلع نشوفه حصل ايه في السلاكه اللي فوق. في حاجات كتير جدا حصلت في السلاكه هنا، وحاجات شاكك فيها وحاجات مش شاكك فيها. هنشوفها مع بعض ونشوفه هنعمل فيها ايه. يلا بينا. كل يا عم اعمل اللي انت عايزه، تشقلب في المكان. طبعا في ناس بتقول ان البخار دايما لازم يتسيب عشان يخصب، فاحنا هنجرب الاتنين. لو ما خصبش هنسيبه. الحاجة اللي شاكك فيها ان الحصى ده خلاص كده مش هيطلع او اتكبس، شاكك لان انا مش حاسب، وفي نفس الوقت هسيبه كده تحتهم، الله اعلم يمكن اكون غلطان عادي، فهنشوف. طبعا النهارده الاربع تمام، فعندنا دي خلاص اتعزلت 5 ايام، فكفايه عليها وهي باينه اصلا انها كويسه. هي متبهدله شويتين، يعني اللي قاصصها مش قاصصها كويس، فانا لسه هقصها كويس. وكمان مبهدل جناحاتها، وحاجه صعبه جدا. وكمان رجليها متبهدله، فلسه هنظبطها. ندخلها المعلم ده يمكن. استنى نادل السلك. صلى على النبي كده، صلى على النبي. طبعا هي نفختها كويسه، كلام صاحبها ان نفختها كويسه،
وشفت فيديو ليها وهي نفختها كويسه، بس مش عارف طبعا، بس احسن من ما فيش، احسن من ما فيش، هي موجوده وخلاص. ولو عايزين تعرفوا اسعار الحمام بالتفصيل اكتبوا في التعليقات وان شاء الله هنتكلم عليهم بالتفصيل. عامه انا مش بحب اتكلم في اسعار الحمام خالص، لان اسعار الحمام في اختلافات كتير جدا عليها، وناس تقول لك كذا وناس تقول لك كذا وكده، وكل واحد بيقيم على حسب دماغه، يعني على حسب اللي هو شايفه عنده فبيقيم. انا مثلا عندي حمامه كويسه شايفها كويسه ومستواها عالي عندي، فخلاص دي ب2000. في واحد تاني عنده الحمامه دي بالنسبه له متوسطه، في مستوى اعلى عنده، فالحمامه المتوسطه عنده ب1500. فكل واحد بيقيم على حسب ذوقه وعلى حسب المستوى اللي عنده. انا مثلا لو فرخت جوز ابلق فحمي مش عند اي حد، وكان يعني جوز ملهوش زي كده، وجوز يعني ايه مفيش منه نسخه تانيه، هقول ب3000، هقول ب5000، حد الرقم اللي انا عايزه. طب لو الجوز ده عند ناس كده عادي، عندي غاوي مثلا تاني قديم عنده الجوز ده المستوى ده عادي، مستوى بسيط كده زي اي مستوى عنده، مش هيقول لك ب5000 ولا 3000، لانه بالنسبه له مستوى عادي، هيقول لك 1500 1000 جنيه. وبالذات الاسعار في السوق، الاسعار في السوق في اختلافات كتير جدا عليها، فاسعار الحمام دايما مش بتكون صح، بتكون يعني ممكن تزيد شويتين وممكن تقل شويتين على حسب طبعا المكان والطلب. وفي حاجه مهمه لازم تاخد بالك منها، طلب الناس على الحمامه. هديك مثال بسيط، والناس اللي هي بتنزل سوق اسكندريه مثلا وسوق القاهره كمان اللي هو السيده عائشه هتعرف الكلام ده. الشقلباز الارضي، الحمامه الشقلباز الارضي العاديه بتاعتنا في سوق السيده عائشه مطلوبه ومش موجوده، مطلوبه جامد ومش موجوده خالص كمان، وغاليه، ماسكه سعر كويس. هتيجي عند سوق اسكندريه مثلا هتلاقيها مش مطلوبه والناس بترمي فيها كده ومش عايزاها لانها موجوده كتير ومش ماسكه سعر وبتتباع بصعوبه، وعكس سوق السيده عائشه خالص. فدي على حسب طلب الناس. والحمام مختلف عن اي حاجه في الدنيا في الاسعار بالذات. كلمتين او 15 كلمه كان لازم اقولهم عشان في ناس ياما بتسال على اسعار الحمام والحاجات دي كلها. نيجي بقى عند دول طبعا الجوزين الحمام اللي انا كنت مربيهم، جوز حمام زواجل وجوز حمام كريزلي اللي هم اولاد دول، تمام، واولاد دول، تمام. طبعا طلعوا نتايتين وطلعوا ذكرين الحمد لله، يعني مفيش اي مشكله. بدلناهم، حطينا نتايه مع ده وحصوا وزي الفل، وحطينا نتايه مع ده وحصوا وزي الفل، تمام كده الاتنين دول تمام وزي الفل. وعملنا جوزين حضان بدل ما كان عندنا جوز واحد. طبعا دول الشباب اللي واقفين عندنا، فرد زاكر وجوز كاروتا. والاكشاك بتاعتنا دول محصين، وده واقف نسيت اصلا ادور له على نتايه. طبعا دول حصوا ومعاهم الزغاليل خلاص هتتفطر، حصوا اول واحده. وعندنا كمان اوشا وسمسمه، اوشا وسمسمه البطل، تمام، حصاهم زعلتوني من زمان ما شفتش منكم زغلول، بقالي فتره حلوه يعني. طب اهدوا بقى، اهدوا خلاص، اهدوا. حصوايه التانيه، حصوايه التانيه سليمه ما فيهاش اي مشكله، بس 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 دي ممكن تكون السبب من الطاجن تحديد. ودول تحتهم الزغاليل وزي الفل اهو، تمام. عشان ما ننساش برضو، عشان جبت حاجه جديده لازم اقول لكم عليها. وحشتينا وحشتينا، فين عيالك؟ نشوف بقى الحاجه اللي جبناها جديده. فكنا من ده، دول شويه سرنجات وقراص فحم، دي حاجه عاديه جدا ملناش دعوه بيها. اهم حاجه ده، دي حاجه جديده جربتها الفتره اللي فاتت، ودي تاني علبه اجيبها. ايه دي بقى؟ اول حاجه دي، بصوا، لا احنا كده بقى ايه، بدانا نستعبط. انتوا جيتوا تاني ليه؟ انا ما صدقت انتوا مشيتوا. خلينا في دي طبعا من الصيدليه البشري العاديه بتاعتنا، اي صيدليه عاديه. دي الاقراص بتاعت الخميره العاديه اللي موجوده في اي صيدليه. القرص الخميره ده بتعمل بيه ايه؟ طلع بس واحد عشان تفهموا الدنيا. ده القرص اهو، ادي واحد كده اهو، تمام. ده اديته للحمام الشغال، تمام. اديته للزغاليل زي الفل، والزغاليل كمان اهم حاجه، يعني ده انا جايبه عشان الزغاليل. اي زغلول باتش هوريكم دلوقتي الزغلول الباتش عامل ازاي، او الزغلول اللي ياخد ده هيتقسم 2، نص لفرد الحمام او نص الزغلول ونص التاني للزغلول التاني، تمام. ما ينفعش تديه كامل، هيكون كتير جدا عليه، هو نص بس حلو لمده يومين او 3، هيفيد الزغلول في هضم الكلفه وعامه في صحه الزغلول. انت كده يعتبر بتدي مناعه للزغلول من ولا حاجه. في ناس بتطحنه، يعني بتطحنه كده وبتفرجه مثلا وبتديه للزغاليل، اي حاجه، المهم الزغلول ياخده في الاخر. طب العلبه دي بتجيبها منين وبكام؟ من اي صيدليه عاديه، صيدليه بشريه عاديه مش بيطري، تمام. هتقول له انا عايز علبه اقراص خميره مثلا، وممكن تجيب كمان، مش عارف هما بيطلعوا بالقرص او الاتنين ولا لا، بس هما ممكن تاخد منهم قرصين 3، ممكن تاخدها لقطه شاشه وتوريها لاي صيدلي هيديها لك،
يعني حاجه بسيطه جدا وب 80 جنيه. دي ب 80 جنيه، لا مش ب 80 جنيه، ده انا جبت حاجات تانية. دي بحوالي 60 جنيه. تمام. دي ب 60 جنيه بالظبط او 55 جنيه. وممكن تجيب نص علبه او قرصين ثلاثه، بس انصحك هاتها كامله، هتفيدك جدا بالذات مع الزغليل لو انت بتفرخ. تمام. طبعا ده فيكون اس لسه هنستخدم الحاجات دي كلها، لسه بادئين نستخدم واحده واحده. ما تستناش الحمام تعالجه او ما تستناش الحمام يتعب وتعالجه، لا، اديله حاجه ترفع مناعته، حاجه تفيده، وما تعالجهوش اصلا او ما تخلوش يوصل لمرحله ان هو عايز يتعالج. طول ما الحمام مناعته كويسه مش هيتعب عندك، بالذات في امراض كمان مش هينفع معاه العلاج. يعني في امراض معينه كده زي الجدري مثلا اللي دخل عندنا في المكان، دخل في فريد اللي هو الحلس، مش هينفع معاه علاج، لازم الحمام يكون مناعته كويسه. وكمان الكنكر، السالمونيلا المفصليه، لو الحمام مناعته كويسه مش هيوصل للحاجه دي. عندك مرض مثلا زي النوشه او النيوكاسل، الحاجه دي زباله زباله زباله. يعني لو الحمام اصلا دخل عندك في المكان نيوكاسل مثلا او روشه في المكان كله، هتتعب، انت هتتعب، والمشكله مش هتلاقي علاج مناسب. يعني لو في علاج بتحطه وبتمشي معاه مثلا حقن اي حاجه بتفيد الحمام مثلا او هتجيب نتيجه، مش هتجيب نتيجه. فانت لازم ترفع مناعه الحمام باي حاجه بسيطه، برفع مناعه بخميره زي دي، باي حاجه بسيطه. الاهتمام بالحمام مهم جدا. اكتر حاجه بهدلت الحمام مني الفتره اللي فاتت عدم الاهتمام. تمام. ندخل بقى نشوفه ده. بصوا طبعا ما شاء الله هم جمال جدا، طالعين مستواهم جميل، شكلهم حلو اصلا، بس طلع فيهم كام حبايه كده. طبعا ده ان شاء الله هيتعزل كمان يومين ثلاثه، انا بس مش فاضي اكلهم، فعشان كده مش عايز اشيلهم من عند الاب والام. بس عندنا زغاليل تانية الحمد لله كويسه جدا. دي الزغاليل او ده عمر الزغاليل اللي تديها الخميره اللي انا قلت لك عليها من شويه، زي كده بالظبط، زي الانجليزي ده بالظبط اهو. تديهم الخميره عادي جدا لمده يومين 3 ايام، ممكن كمان تديها لفرد حمام كبير يعني عادي جدا. ودول كمان تديهم عادي. الزغاليل اللي هي باتش اللي هي مثلا معديه الاسبوعين بالظبط. نيجي بقى عند دول، ده حصان فاضي حنينه وكل حاجه، بس الحصان فاضي مش مهم. طبعا يعني خلاص كده ان شاء الله مستنيينهم يطلعوا. خلاص يا عم بقى شويه. ودول حصوا تاني، عايز اشيل السلاكه كده كلها انزلها تحت، بس ايه بقول اسيبها شويه عشان مش عايز احط فيها الحمام ده. هنشوف. دول زي الفل، هما شغالين وكل حاجه وزي الفل. لما نزلت السوق بقى ما عرفتش اجيب اي حاجه من النواقص اللي عندي، ما عرفتش اجيب نتايه فحمي ولا عرفت اجيب نتايه شخشولي بسبب طبعا الناس اللي في السوق، ولا عرفت اجيب ده نتايه يعني المفتل. ما بقتش فاهم اللي بيحصل للناس. الناس بدات تتنك اكنها يعني مش بتربي حمام، اكنها بتعمل حاجه يعني مميزه. فانت يعني عندك حمامه عايز تبيعها، بيعها وخلاص، مشي الدنيا، مش لازم تمتنك يعني وتمسك فيها ووجع الدماغ ده. يعني سالت على انتايه فحم كده وانا ماشي بشاور على انتايه فحم كده لواحد، بقول له بكام دي؟ 1500. ليه انتايه فحم ب 1500؟ ليه انتايه فحمي ب 1500؟ انا فكرت فيها، انا قلت مثلا لو الذكر ده سيبته لله، سيبته كده وجبت جوز تاني ب 1200 جنيه او 1500، هيكون مستواه احسن من الذكر ده. يعني الناس عشان انت مثلا عايز فرد حمام واحد او محتاج نتايه او ذكر مثلا، لا انت محتاج نتايه او ذكر، لا يا عم ازاي نديها لك بالسعر الطبيعي؟ لا ده احنا لازم يعني خازوق لازم كده. هو طبعا كل واحد حر في حمامه وحر في الحاجه بتاعته، بس الواحد بقى يشوف كل الناس كده. يعني في ناس قليله كل الناس بقت طماعه ماسكه في الحمام، مش عايز يطلع الحمام بسهوله، ودي حاجه مش حلوه. واحد زي مثلا عايز نواقص، عايز يجيب النواقص اللي عنده، مش عارف يجيبها ليه؟ لانها غاليه بزياده. انا لو دفعت مثلا 1500 في نتايه لذكر زي ده ابقى غلطان خالص. كمان 1500 زي دول اجيب بيهم جوز تاني، والذكر ده زي ما قلت لك كده والله ابيعه احسن او اديه لاي حد لله كده احسن لي. عارفين لو النتايه تستاهل، يعني لو النتايه مستواها مثلا يستاهل 1500 ما عنديش مانع، مش هقول حاجه، بس النتايه ما تسواش. هو مغلي عشان انت عايز نتايه، بس عشان انت محتاج نتايه. اما عامه النتايه ما تسواش اصلا 500 جنيه 600 جنيه ما شاء الله. دول طالعين واحد قبل التاني. الزغاليل يعني بتلسع، عايزين ناخد بالنا عشان الزغلول ده ممكن يخلع مننا. تمام، فناخد بالنا كده. ده ما شاء الله كويس جدا وواكل، طالع من يومين، وده لسه طالع، هو لسه طالع فعلا بس واكل اهو. بصوا واكل
تمام. فناخد بالنا عشان لسه هيدخلوا في مرحله التاكيل بقى والتاكيل الخشن. في الفتره دي طبعا الحمام بيبدا ده يضعف وده يكبر بزياده لحد ما ده يضعف ويموت. فخد بالك لو ما اكلش اكله. عندنا دول طبعا كام زغلول كده فطمناهم الفتره اللي فاتت، جوز واتنين وفرد كده شخشولي والفرد اللي هو العبسي والكشك. في حمام واقف مش بيحصي زي ده وده، دول كانت النتايه تعبانه، بدات اديها يعني حاجات للديدان وحاجات كمان رفع مناعه وكلام من ده عشان تبدا ان شاء الله تحصي تاني. هي شغاله وكانت بتحصي قبل ما يجي لها روشه عندنا، فهي كانت شغاله كويسه، فممكن يكون المرض اثر عليها او خد من مناعتها كتير جدا، لان انا نتفتها مرتين فممكن يكون اثر عليها شويتين. وكمان ده خلاص يتفطم، الاهالي حصت عايزين تحديد طبعا. الطاجن ده مش حلو خالص، الطاجن اللي تحت احلى منه. الطاجن ده تحس اللي هو كده مش بيتشد مش بيتسحب كده، مش حلو. السكرتات حصاهم كام مخصب بس اتكوس. هنبدا نحضر. انتوا بقى ايه؟ الدكر ده تحس ان هو منحوس، انا هعزله شويه او هعزل النتايات. يعني الدكر لحد الان انا مش عارف هو شغال ولا لا، بس كل ما ادخله نتايه مفيش نتايه، النتايات مش بتشتغل معاه. هي فين النتايه الصافي؟ النتايه الصافي اللي كانت هنا فين؟ ودول طبعا واقفين ونفس الكلام، معرفتش اجيب نتايه وطاطي للدكر ده. عايز كده ان شاء الله نكلم غواي حمام اللي عندنا هنا وان شاء الله هنوفر لهم نتايات وذكور ان شاء الله. حتى الباكستاني الشعبي اصلا ما سالتش، يعني ما لقيتش نتايه، اللي كان عايز يطلع جوز مش نتايه، فانا هجيب جوز واحط نتايه واخلي دكر واقف عندي نفس الكلام. دي طبعا نتايه شخشولي، او يعني جايبها على اساس نتايه عليها 3، جايبها للدكر ده. وكان المفروض عندي دكر اسود، لو انتوا فاكرين اللي هو كان في الاوضه اللي جوه، فهو كان في الاوضه وكان دكر اسود ونتايه صفرا، كنت هبدلهم بس يعني الدكر طار خلاص مش مهم. فان شاء الله هنحاول نوفر دكر تاني يكون اسود للنتايه دي. وطبعا الحمام بتاعنا زي ما هو، ولسه في حمام تعبان تاني اصلا هنا. هنبدا ان شاء الله نجرب شويه الحاجات دول عليهم. كمان عندنا حاجه للحشرات، يعني حاجه مميته، فلسه هنجربها ان شاء الله. لايك للفيديو، اشتراك في القناه، متابعه للفيسبوك والتيك توك. كان معكم علاء من قناه اتكلم حمام. سلام.